اسوأ حاجه ممكن تسمعها في يومك مش من الناس، ده صوت الافكار السلبيه اللي جوه دماغك. الصوت ده ممكن يهديك وممكن يدمرك، والعلم اثبت ده بالارقام. تعال اقول لك ازاي. سنة 2002 اتعملت تجربة اسمها تجربة جراحة الركبة الوهمية، ودي أقوى تجربة بلاسيبو في تاريخ الطب. اسم الباحث اللي عملها دكتور بروس موسلي، واتنشرت في مجلة نيو انجلاند جورنال فور ميديسن. عدد المرضى اللي اتعمل عليهم التجربة 180 مريض، والحالة اللي كانت عندهم وهي اوستيوارثريتس أو خشونة في المفاصل. والمرضى هنا اتقسموا لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى ودي اتعمل لها عملية حقيقية، تنظيف مفاصل وإزالة أنسجة وتدخل جراحي حقيقي 100%. والمجموعة الثانية كانت عملية أبسط، يعني تدخل جراحي بسيط. والمجموعة الثالثة دخلوا أوضة العمليات، حصل لهم تخدير جرح بسيط وكل التفاصيل، بس بدون اي تدخل جراحي حقيقي. يعني نقدر نقول ان هي عمليه وهميه 100%. طيب النتيجه كانت ايه؟ وبعد متابعه استمرت من اسابيع لشهور لسنين، المتابعه كانت بيقيسوا فيها شده الالم، القدره على المشي وصعود السلم وجوده الحياه عامه. النتيجه كانت صدمه، لان المجموعه الثالثه اللي اتعمل لهم عمليه وهميه اتحسنوا بنفس مستوى اللي عملوا العمليه الحقيقيه ويمكن اكتر. الالم قل والحركه اتحسنت، والمرضى قالوا ان حياتهم بقت احسن. وتخيل كل ده بدون اي تدخل جراحي. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان لو المخ صدق ان هو اتعالج، الجسم هيتصرف على الاساس ده. المخ هيفرز مواد مسكنه وهيقلل الشعور بالالم وهيغير طريقه الاحساس بالجسم. وفي تجارب تاني اتعملت على مرضى الاكتئاب، ودول اخذوا حبوب سكر بس، سكر حرفيا يعني زي التوفي كده. والكارثه ان من 30 ل 40% منهم اتعالجوا تماما وتحسنوا بنفس مستوى الناس اللي اخذت الادويه الحقيقيه. ليه بقى؟ ببساطه لان المخ توقع تحسن فبدا يشتغل على التحسن ده. وخلي بالك برضو في نقط مهمه، البلاسيبو مش بيشفي من مرض السرطان او يغير قوانين الفيزياء، لكن بيقلل الالم وبيحسن المزاج وبيأثر على الاعراض الحقيقيه وليه تاثير عصبي مثبت. وده معناه ان الكلام ممكن يغير دماغنا، وده موضوعنا النهارده، انكانتيشن او التعويذ. يعني الكلام ممكن يغير دماغك. عمرك لاحظت ان كلمه واحده ممكن تهديك او تعصبك او تخليك تحس ان الدنيا كلها ضدك؟ الفكره دي مش جديده ومش خرافه. الانكانتيشن كلام بيتكرر او بيتغير بنغمه معينه عشان يعمل تاثير. زمان الناس كانت فاكره ان ده تاثير سحري، والنهارده العلماء بيقولوا لك ان ده مش تاثير سحري، ده تاثير نفسي وعصبي. السؤال الحقيقي هنا مش هل في سحر، السؤال الحقيقي هل الكلام المكرر فعلا بيأثر على المخ؟ هقول لك مثال بسيط. تخيل كده واحد سايق في زحمه ويفضل يكرر في دماغه يوم اسود، الدنيا بايظه، انا فاشل. بعد شويه بالظبط هتلاقي اعصابه بتشد وقلبه بيدق اسرع وتركيزه بدا يقل. اليوم هيلف وهيبقى زي الزفت. ودي اسمها تعويذه سلبيه، حتى لو انت مش واخد بالك. والتعويذات دي موجوده من بدري في التاريخ او في الحضارات. كل الحضارات لاحظت نفس الحاجه، ان الكلام المتكرر بنفس الايقاع بيغير الاحساس بالخوف او القلق. يعني مثلا في مصر القديمه التعويذه كانت جزء رسمي من الطب، مش مجرد شعوذه. برديات زي ايبرس بابورس او ايدوان سميث، العلاج كان بيبقى جزء جسدي وجزء كلام، بيتقال بنفس الترتيب وبنفس النغمه. ودلوقتي العلم بيفسر ده بتنظيم الجهاز العصبي. وفي حضارات ما بين النهرين، في الحضاره السومريه او الحضاره البابليه، في نصوص كان اسمها انكانتيشن تيبل. المعالج كان بيكرر جمل معينه بنفس الصوت عشان يقلل خوف المريض ويحسسه بالسيطره. وفي الثقافه الافريقيه كان في قبائل اسمها الهيلينج شانتس، الناس كلها بتردد مع بعض بنفس الايقاع، والهدف منها كان خلق احساس جماعي بالامان. وعلميا الايقاع الجماعي ده كان بيفرز هرمون الاكسيتوسين، وده الهرمون المسؤول عن الامان والترابط. والعلماء النهارده بيدرسوا حاجه اسمها شانتنج او الترديد، ولقيوا ان نشاط الخوف في المخ بيقل والقلق بينخفض والجسم بيدخل في حاله هدوء. في دراسه اتعملت على 456 شخص من 32 دوله، وتصوير المخ اظهر انخفاض في نشاط الاميجدولا المسؤول عن الخوف. وفي دراسه ثانيه اثبتت انخفاض مستوى هرمون الكورتيسول او هرمون التوتر بعد جلسات ترديد قصيره. تعالى اكلمك على كتاب ذا سيكريت. كتاب ذا سيكريت بيقول لك انك لو فكرت في حاجه كتير وكررتها الكون هيستجيب ليك. بس هنا كان في مشكله في العلم، مفيش دليل ان الكون هيستجيب ومفيش اثبات ان التفكير لوحده ممكن يغير الواقع. لكن المفاجاه ان في جزء صح علميا. لما شخص يكرر الفكره ويصدقها، المخ بيلاحظ الفرص اكتر وبيغير طريقه التصرف وبيزود الدافع وبيقلل الاحباط. فالنتيجه مش في قانون الجذب قوي، لكن في تغيير السلوك، وده بقى مرتبط بتاثير البلاسيبو. طيب هل ده سحر؟ الكلام مش بيغير الواقع لوحده، يعني مفيش طاقه سحريه. اللي بيحصل ان الكلام بيغير تفكيرك، وتفكيرك بيغير سلوكك، وسلوكك بتغير قراراتك، والقرارات دي بقى هي اللي بتغير حياتك. طب هو ليه المخ بيتاثر بالكلام؟ المخ بيحب التكرار او الايقاع او النظام، عشان كده الاغاني بتاثر، الهتافات بتاثر، وحتى كلامك مع نفسك بيأثر اكتر ما انت متخيل. يعني لو بدات تفكر في افكار سلبيه عن شخص معين، مخك هيشوف الوحش بتاعه بس وهيتجاهل كل الحاجات الحلوه التانيه اللي هو بيعملها. فخلي بالك، عشان اخطر تعويذه هي الكلام السلبي اللي انت بتقوله لنفسك كل يوم. انا مش كفايه، مش هنجح، حظي وحش. التكرار ده بيصنع مسارات ثابته في المخ وبعدين بيتحول لحقيقه سلوكيه، وده اسمه السيلف فولفيلينج بروفيسي او النبوءه ذاتيه التحقيق.
طيب ده بيحصل ازاي؟ اول حاجه تغيير السلوك اللاواعي. لما تفضل تقول لنفسك ان انت هتفشل، المخ بيرفع مستوى القلق والتوتر عندك، فبيظهر ارتعاش في الصوت وتشتت في التركيز وضعف في الاداء، فالفشل اللي توقعته هيحصل فعلا. تاني حاجه عن طريق بناء طرق سلبيه سريعه في الدماغ، دي اسمها اللدونه العصبيه او النيوروبلاستيسيتي، يعني دماغك بيقوي اي فكره انت بتقعد تكررها فيه. فلو فضلت تقول لنفسك ان انت مش كفايه مش كفايه، ده بالظبط شبه انك بتمشي في نفس الطريق كل يوم للشغل، هتلاقي الطريق اقصر واسرع واسهل ان انت تمشي فيه. ثالث حاجه وهي انحياز التاكيد او السلكتيف اتنشن. الكلام السلبي في مخك بيشتغل كفلتر، لو مقتنع ان انت مش محبوب، دماغك هيركز بس على الشخص اللي ما ابتسمش ليك في الاوضه، وهيطنش التسعه الباقيين اللي رحبوا بيك. كده فكرتك السلبيه اللي انت اديتها لدماغك اتاكد، وهتتصرف بانسحاب ودفاعيه، وده ممكن يخلي الناس تنفر منك. غير كده ان انت بتخلق لنفسك هويه الفشل. مع تكرار الفكره السلبيه في دماغك هتبطل تحاول وهتستسلم بدري وهتبعد عن الفرص، مش عشان انت مش قادر، بس عشان انت اقنعت نفسك مسبقا بالنتيجه، وده اللي في الاغلب بيمنع الحاجات الكويسه ان هي تحصل لك، مش مجرد حظ. فالخلاصه ان التعويذه مش سحر، نقدر نقول ان هي اداه نفسيه قويه جدا. فكلامك مع نفسك يا اما هيهدك يا اما هيبنيك، انت لوحدك عارف انت مريت بايه، ومع ذلك انت واقف مكانك. فانت كنت كفايه في مواقف كتير حصلت في حياتك. وجودك وسماعك للفيديو دلوقتي كفايه لما تفتكر كميه المواقف اللي انت كنت فاكر نفسك مش هتعديها ومع ذلك عديتها، وده في حد ذاته نجاح. فما تفتكرش نفسك ان انت جبان او ان انت مش كفايه لمجرد خوف جواك، لان الشجاعه دايما بتبقى ان انت تكمل حتى لو انت خايف. خلي بالك دايما انت بتشد نفسك لفوق ولا بتشد نفسك لتحت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك او فولو، لو انت على اليوتيوب اعمل لنا سبسكرايب وخليك ملتزم.